رفيع بيه الراجل اللي عايش طول عمره جوه صورة مرسومة له من الناس، البيه الجدع سيد البلد. لكن محدش شاف الإنسان اللي جوه الصورة دي. هو اتربى على فكرة إن الرجولة يعني السيطرة، وإن الضعف عيب، وإن المشاعر خطر. فكتم وكتم لحد ما بقى سجين نفسه وهو مش واخد باله، لغاية ما قابل فرحة لأول مرة يحس إن في مساحة جواه بتتنفس. بس التناقض والصراع كان كبير جدا. إزاي يحبه وهو لسه مربوط بعادات بتمنع الحب؟ إزاي يعيش حياة جديدة وهو لسه أسير حياة قديمة؟ رفيع بيه كان نموذج لإنسان بيتحارب مع نفسه، مش بس مع الناس. كل مرة بيحاول يعمل الصح، بس الصح بالنسبة له كان دايما اللي اتربى عليه مش اللي بيحس بيه. وده الصراع النفسي الحقيقي بين أنا مين دلوقتي والناس شايفاني إزاي. الضوء الشارد مش بس قصة عادات وطبقات، لا، ده قصة جيل كامل اتربى على الكتمان واتعلم يحافظ على الاسم أكتر من الإحساس. رفيع بيه علمنا إن القوة الحقيقية مش في الصوت العالي ولا في السلاح، لكن في الحب والجرأة إنك تعرف إنك اتكسرت وتحاول تبني نفسك من جديد من غير خوف.